وعد رسمي من الحكومة، الكيلو هيبقى ب27 جنيه بدلا من 50 جنيه مفاجأة بشأن أسعار السكر. إليكم التفاصيل، ولا تنسونا بالاشتراك والإعجاب بالفيديو. تشهد الأسواق الحالية ارتفاعا غير مبرر في أسواق السكر، والتي تخطت 50 جنيه في بعض المناطق لكل كيلو، وهو ما وصفه المسؤولين بالارتفاع الغير مبرر نتيجة لاحتكار التجار. وفي هذا الصدد والسياق، قال الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين أن مصر وصلت لاكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 90%، وأن موسم القصب يناير 2024 والبنجر فبراير 2024. وأضاف كمال في مداخلة هاتفية تلفزيونية أن الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر هي الفترة التي يتم فيها الاسترداد لهذه الكمية أو الشراء من القطاع الخاص، والثابت هي منظومة التموين الذي لم يتجاوز 12 جنيه و70 قرش. وأوضح أن الأزمة حدثت بسبب قلة المعروض من القطاع الخاص في الأسواق بسبب ارتفاع سعر طن السكر $800، مما أدى إلى تقليل المعروض لأنهم لم يستوردوا الكمية المطلوبة. وأشار إلى أن وزير التموين فور إصدار قرار بطرح السكر من خلال منصة البورصة المصرية للسلع أسبوعيا لمدة شهرين بسعر 24,000 جنيه للطن. وقال أنه تم طرح السكر بسعر 27 جنيه في الشوادر والسلاسل الغذائية ومنافذ وزارة التموين، وأنه خلال الأسبوع ستنتهي أزمة السكر نهائيا. وفي هذا السياق قال الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن مصر لا تعاني من أزمات في إنتاج السكر، مرجحا ذلك أن هذه الأزمة في بعض الممارسات في التوزيع والتداول. وأوضح الوزير في بيان رسمي صادر عن الوزارة أمس أن أزمة ارتفاع أسعار السكر الحر ستنتهي في غضون أسبوع بعد استقبال كميات من السكر الخام المستورد بمصانع التكرير تمهيدا لطرحها من المنافذ. واستقبلت مصر 170 ألف طن سكر خام مستورد تعاقدت عليه مؤخرا، يتضمن 170 ألف بمصانع التكرير في الحوامدية لإنتاج السكر الأبيض، والكمية الأخرى 20 ألف طن يتم تكريرها بمصنعي جرجا والقوس. من جهته قال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين ومعاون الوزير أن الاحتياط الاستراتيجي من السكر التمويني يكفي حتى إبريل 2024، ونوه أن ضخ 65 ألف طن سكر شهريا على البطاقات التموينية كاشفا عن بدء حصاد محصول القصب في خلال شهر يناير القادم والبنجر خلال فبراير. وأوضح خلال جولة على مصانع تكرير في الحوامدية التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية أن الكميات التي يتم استردادها لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تصل إلى 450 ألف طن سنويا، إلى أن المصنع التكرير بشركة السكر والصناعات التكاملية في الحوامدية استقبل 150 ألف طن سكر خام للتكرير وتلبية احتياجات السوق المحلي. وتابع كمان أن الكميات التي يتم إنتاجها من السكر الخام يتم توزيعها على شركات الإنتاج ومصانع البنجر، بالإضافة إلى شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة. ووضحنا أنه يتم طرح السكر على منصة البورصة منوها لتوفير كميات للتداول عبر البورصة المصرية للسلع واحتياجها لشركة التعبئة والتوزيع بسعر 24,000 جنيه. نسأل الله السلامة يا رب.